الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة العرس. إليكم نقرة الأخبار. في حادثة مغرمة من نوعها إنقاذ بيضة في مكان عام. نشب شجار ما بين الأب والابن حول فرشاة الأسنان. تعرض البخيل على صدمة في جيبه أدت إلى الشمل الكامل. وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن سقوط بيضة على الأرض وقام على إثرها 2 من البيض بحملها إلى غرب المطعم لكي يقوموا بتحضيرها، واتضح أن البيضة كادة أن تفلس. وأيضا تعود تفاصيل الحادث إلى أن من الذي استخدم فرشة الأسنان واحتدم الشجار مما أدى إلى تشابك بين الأيادي، وصرخ الابن صرخة عالية فسمع أخوانه الآخرون وهو واقع على الأرض، فأسرعوا إلى ندته، ولكن فجأة صرخ الابن الأصغر وقال إنه يتشاجر مع أبينا والكوم زيد ردود. وأيضا أن البخيل قد قام بشراء 2 كيلو لحم بقر و3 كيلو لحم من الإبل و1 كيلو من السمك ونصف كيلو من اللحم الضان، ونسيهما في مكان عام. والله بيني وبينكم أنا تتأثرت. هذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية، والآن نذهب إلى النشرة العاطفية مع الزميل لاضيها. شكرا الزميل بياحة، وإليكم النشرة العاطفية، حيث أكدت هيئة الأحوال الشخصية العاطفية أنه سوف تحدث في الأيام المقبلة ابتداء من ليلة 16 من شهر جاري، وهذه العاصفة تسمى بالفالنتاين، حيث ستؤثر على منطقتي العزابة والسنابل وتفتك بهما ولا عزاء لهما. أما عن منطقتي الخاطبين والمتزوجون فتكون بردا وسلاما على قلوبهم، حيث تؤثر هذه العاصفة على الخاطبين فقط، وهذه تؤثر على منطقة الجيب بلا أكثر من ذلك. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة العاطفية، ونعود إلى الزميل. هذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية.